ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه حبايب بغبودي وماسة؟ النهارده ان شاء الله عاملين وصفه من وصفاتنا الجميله البسيطه الحلوه جدا. هنعمل اكله اسمها الفخاريه. ايه هي الفخاريه؟ حاطين البصل على النار قدامكم اهو عشان ما نطولش عليكم الفيديو بتاعنا. هنعمل بصل نقطعها حلقات كبيره مش صغيره بالشكل دوت. محضرين بطاطس مقطعه برده كبيره مش صغيره، وجزر وفلفل، اي نوع فلفل بقى، حامي او بارد اللي انت عايزاه. والاساس بتاعنا النهارده الطاجن الفخار عشان هنعمل الفخاريه. وهنعمل له طماطم في الكبه نص ضربه، مش عايزينها مضروبه جامد. ما عندكيش كبه يبقى في الخلاط نص ضربه صغيره. وهنحتاج ايه تاني؟ انا عجينه هغطي بيها الوش بتاع الطاجن واغطيها بسمسم. ما كانش عايزه العجينه دي ممكن تغطيه بورق زبده الاول وبعدين ورق الفويل وبتدخليها الفرن. بس بتشغلي الفرن اول ما بتشتغلي في الوصفه دي تبتدي تشغلي الفرن وتشتغلي في الوصفه بتاعتك. ونحتاج بقى للوش بتاع الفخاريه دي حبه البركه او سمسم، وواحده واحده مع بعض ونشوف وصفتنا النهارده الجميله اللذيذه. واساس فيها اللحمه مقطعها مكعبات، بس انا اخدتها عملتها بالشوربه العاديه. كلنا عارفين الشوربه واللحمه بتتسلق ازاي. تمام، قلنا نسلقها ونحضرها عشان لما نيجي نشتغل على طول. اول ما تخش تدبل معايا البصلايه همسك معاها اللحمه وابتدي اشوح فيها واحده واحده مع بعض علشان نشوح فيها اللحمه اهي. نبتدي نشوح البصلايه بالطريقه دي، ريحتها حلوه قوي. وبهاراتنا بقى اللي هنحطها اي نوع بهارات عندك انت بتحبيه. انا هحط النهارده 7 بهارات وورق لوري، عشان احط في 7 بهارات برضو عامله فيها بلحه جوز الطيب بتديها طعم وريحه حلوه جدا. اي بهارات انت بتحبيها وبتفضليها اشتغلي بيها، بس انا بقول لك على الاساس اللي انا بشتغل بيه النهارده هو ايه. البصله حط عليها 3 معالق سمنه اهي واشوح فيها قدامكم. زي ما قلت لك انا عايزاها خرط كبيره مش ناعمه. والقوطه ضربها نص ضربه في الكبه مش متوفره، يبقى هنعمل ايه في الخلاط نص ضربه ونشتغل بيها عادي مفيش مشكله خالص. وحضرنا الطاجن بتاعنا، وزي ما معودينكم اول ما بنقف نعمل وصفه من اكلاتنا بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما معودين نفسنا بذكر الله كده، بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفات حلوه قوي هتنفعك في رمضان. تبقى عايزه تغيري، عايزه تنوعي، عايزه سفرتك تبقى حلوه قوي. في حاجات جديده احنا بنعمل كل جديد ان شاء الله. بغبودي وماسة، ادخلي على القناه بتاعتنا وشوفي كل جديد وبسيط ومش مكلف ان شاء الله. اي كميه لحمه انت عايزه تعمليها يعني دي حريه شخصيه ليكي. اهي مع بعض شايفين ريحتها حلوه قوي، البصلايه مع السمنه تحفه. هنحط معاها بقى دلوقتي فصين توم عشان تفحفح البصلايه تاني، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي تاني. التوم اهي نزلت بقى نص معلقه توم صغيره اهي. هي كده دخلت على اللي انا عايزاه. ابدا احط اللحمه زي ما قلت لكم انا سلقاها واخده منها الشوربه عشان عندها رز بشعريه جنبها. هنزل بقى دلوقتي دوت البهارات بتاعتنا عشان تفتح زياده معايا الوصفه اهو. حطيت ورق اللوري والبهارات 7 بهارات، فلفل اسمر، شويه شطه صغيرين. نبتدي بقى نشوح تشويحه حلوه كده مع بعض محترمه للحمه اهي. نشوح فيها كده بالشكل دوت. انا الشوربه عاملاها، هعمل رز بشعريه النهارده جنبها، وهعمل شوربه لسان عصفور اهو. شايفين بقى الريحه، الثوم مع البصلايه مع اللحمه والتشويحه، حاجه كده ريحتها جميله جدا. ولسه بنقول يا هادي في وصفتنا حاجه جميله ما شاء الله. اشوح فيها شويه كده اهو. احضر العجينه بتاعتنا، كوبايه دقيق بتعجنيها وتفرديها زي ما قلت لك. عايزه تعمليها بالعجينه اعمليها، عايزه تعمليها بورق الزبده تغطيها وتحطها بورق فويل تمام قوي. دقيقتين شفتوا بقى الطماطم اتسبكت، هنزل عليها اللحمه طبعا قلنا مستويه، انا سويتها وهنزل عليها
الخضار انا مقطعاه. ممكن على فكره تحطي بسله، ممكن تحطي اي كوسه معاها، بس انا بستخدم فيها الوصفه دي البطاطس والجزر والفلفل. هسيبها اول ما تخش على سوا هكمل سواها في الفرن، ما بتاخدش وقت معانا، وجميله جدا وجربيها ان شاء الله تعجبك. الوصفه دي من اسهل مما يمكن. اهي شايفين بقى يا حبايبي شكلها عامل ازاي؟ جميله جدا ما شاء الله. زي ما قلت لكم بخليها تاخد شويه سوا على النار بالشكل دوت كده، علشان ما تاخدش حاجه في الفرن ان شاء الله. هسيبها كمان 5 دقايق قبل ما افرد العجينه قدامكم اهي واحضرها. خلاص كده هنزلها على الطاجن واحده واحده كده. شايفين اجمل طاجن ده ولا ايه يا جماعه؟ جربيه كده حاجه تحفه. اهو عجنت كوبايه دقيق، هعمل الخطوه دي قدامكم اهو. بفرد كده عشان هعمل ايه زي كفر من فوق كده اغطي بيه زي الغطا اهي. ده العيش ده بقى بتاكلي بيه الفخاريه، بتبقى طعمها جميل جدا. شايفين بتغطي بيه كده اهو. قفلنا بيه تمام اهو. هدهن بقى، جايبه شويه لبن هدهن بيهم الوش بالشكل ده عشان ياخد الحمار ويقعد معاه السمسم او حبه البركه. انا النهارده هحط عليها شويه سمسم بالشكل ده كده. هتاكلي احلى فخاريه ان شاء الله، طعمها زي العسل. هدخلها الفرن ولع الفرن من تحت لما تستوي وتخش على سوا. هروح مديها الوش، مش هياخد معاكي 3 دقايق ان شاء الله. خلاص الطاجن بتاعنا الجميل خلص. هنفتحه مع بعض ونشوف العظمه اللي احنا عاملينها. شايفين بس هو سخن جدا طبعا اهو، هو مش مستحمل من السخونيه بتاعته. تفتحي عليه بقى، شايفين العظمه، شايفين الجمال. هناخد معلقه كده ونشوف احنا عاملين ايه في الجمال ده. شايفين مش مستحمل والله، ما مستحمل بالجمال والحلاوه. قولوا لنا ايه رايكم؟ شايفين الحلاوه بتاع الفخاريه بتاعتنا عامله ازاي؟ ودوت بتقطعي وتاكلي بيه، بس طبعا سخن جدا. انا مش عارفه بصراحه امسكه، بس هو ايه بتغمزي بيه وبتاكلي بيه حاجه وهم كده. اللهم بارك في الجمال وفي الحلاوه. قولوا لنا ايه رايك؟ واللهم بارك على الجمال والحلاوه دي. قولوا لنا ايه رايك في وصفاتنا واكلاتنا اللي بنعملها، حاجه كده اللهم بارك في الجمال والحلاوه. وقولوا لنا ايه رايك، اللايك الجميل بتاعكم والشير وتفعلوا الجرس عشان نكبر بيكم وليكم كل حاجه حلوه تتعمل لكم. وصفات جميله لرمضان تنور سفرتك وتشرفك قدام حبايبك وقرايبك. قولوا لنا ايه رايك في اللي احنا بنعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.